اهلا بكم مع اخبار النادي الاهلي اليوم. خبرنا الاول: محمد عمر المدير الرياضي للاتحاد يتحدث عن امكانية ضم الثلاثي من الاهلي في يناير. رد محمد عمر على ضم زياد طارق ومحمد محمود وكريم الدبيس في يناير، وقال: كان هناك مفاوضات لضم زياد طارق بالفعل، وذلك في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن ما حصلش نصيب. اما بالنسبة للوضع الحالي للثلاثي فحدثنا الآن مع محمد مصلحي وحدثنا الآن مع المدرب زوران. صفقات يناير لو تمت ستكون عن طريق رغبات زوران، وحتى الآن لا يوجد أي جديد في هذا الملف. خبرنا الثاني: كولر يجتمع مع الثلاثي المستبعد من المنتخب. عقد كولر جلسة مع الثلاثي كريم فؤاد وأيمن أشرف وشادي حسين، وذلك لتشجيعهم على استمرار أداء التدريبات والمباريات بنفس القوة لضمان استعادة مواقعهم في قائمة المنتخب بعدما خرج الثلاثي من حسابات روي فيتوريا في المعسكر الحالي. خبرنا الثالث: أليو ديانج يقترب من العودة للتدريبات الجماعية. اقترب أليو ديانج من العودة للتدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من إصابة الشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة أسوان. ينفذ اللاعب حاليا برنامج تأهيلي مكثف، وخلال الأيام القادمة سيكون ديانج جاهز للمشاركة في المباريات. خبرنا الرابع: حمدي فتحي يرفض الراحة ويواصل التدريب. خاض حمدي فتحي وصل التدريبات بدنية في الجيم رافضا الراحة. نشر اللاعب صورة عبر حسابه الرسمي على السوشيال ميديا أثناء أدائه للتدريبات. خبرنا الخامس: طبيب الأهلي يفحص علي لطفي. يخضع علي لطفي للفحص الطبي بمعرفة أحمد أبو عبلة، وذلك بعد معاناة اللاعب من نزلة برد.